في حالة إن حد يكون بيكرهك؟ إزاي ده الواحد يتغلب عليه؟ خليني أقول لأي بني آدم عنده حد بيكرهه في حياتك يا بختك. لا والله. والله يعني لو عندك حد بيكرهك في حياتك، عندك حد بيغير منك، يا بختك، لأن أنت لو مش مميز ومش ناجح مش هيبقى عندك ده في حياتك. طيب أعمل إيه بقى عشان أقدر أتعامل مع أعدائي؟ أول خطوة دي مهمة جدا، إنك لازم تتجاهل العدو ده. يعني إيه التجاهل؟ دايما البني آدم بيبقى في حياته عدو، والعدو ده عمال عايز يستنزف من طاقتك ويعمل كل حاجة تضايقك. أكتر حاجة في الدنيا تخلي العدو ده يوقف اللي بيعمله إنك تتجاهله. ومعنى التجاهل إنك تطلع ردود أفعال غير متوقعة حتى لو أنت من جوه مولع. المرحلة التانية إن أنت لازم تقعد مع نفسك قعدة صراحة وتسأل نفسك هو بيكرهك ليه؟ أنت لازم تدرس عدوك. في مقولة رهيبة جدا بتقول إذا كان أصدقائك قريبين منك فخلي أعدائك أقرب وأقرب، لأن أنت محتاج تدرس عدوك. أنا عايز أعرف عدوي ده بيكرهني ليه؟ أولا أعرف بيكرهني ليه؟ هل عشان أنا مميز ولا هل عشان هو كاره الناس كلها؟ ولازم أدرس نقاط الضعف ونقاط القوة عنده. ليه بقى؟ عشان أقدر أتعامل معاه. يبقى لازم أدرس عدوي، لازم أعرف عدوي. 3، ودي مهمة جدا، إن أنا لازم أركز على أقرب حاجة أطلع منها منتج في أقرب وقت، لأن انشغالنا بإن إحنا نتعامل مع الناس اللي بتكرهنا بيخلينا ننسى نفسنا، وما بنكتشفش في الآخر إن نجاحنا هو أكتر رد عليهم.